هو ايه اللي بيحصل في الشركات التكنولوجيه تحديدا، وايه اللي بيحصل ومخلي فيسبوك تطرد لها 11000 موظف وتويتر تطرد لها 3500؟ يعني بتتكلم في 50% من الموظفين. شوبيفاي تطرد لها برضه بتاع حوالي 1000 موظف، وشركات زي ليفت وروبن هود وغيرهم بقى. بص يعني ايه، لسته طويله عريضه. دي الشركات الكبيره الضخمه. امال الشركات الصغيره بتعمل ايه وايه اللي بيحصل لها؟ انا كل شويه يجي لي تليفون من ناس اعرفهم شغالين مع شركات، من الشركات اللي هي في التكنولوجيا او شركات الناشئه او الستارت ابس او حتى، وكله يقول لي ان هو ساب شغله او ما بقاش شغال دلوقتي او اتعمل له خفض في المرتب هائل ضخم جدا. طب هو ايه اللي بيحصل وايه السبب في اللي احنا ماشيين فيه دوت؟ والشركات دي بتطرد الناس دي ليه؟ ده اللي هنشوفه في الحلقه بتاعت النهارده عشان نفهم ايه اللي بيحصل وايه الدربكه اللي دايره في العالم دي تحديدا في شركات التك. وده هنعرفه معانا النهارده ان شاء الله. يلا بينا. اللي بيحصل دلوقتي في العالم والحرب اللي دايرة دي عاملة كمية يعني زغللة ودربكة غريبة جدا، وكل واحد عمال بيعيد لعب أوراقه ويعيد تظبيط أوراقه من أول وجديد. ودوت احنا بنشوفه على الصعيد العالمي في كل السياسات الغريبة والسياسات الدولية اللي بتحصل. بس بعيدا عن السياسة والكلام دوت اللي احنا ملناش دعوة بيه هنا في القناة بتاعتنا، ده احنا لينا دعوة بالشغل والبيزنس والافكار والايديز وهكذا. فتعال نشوف ايه اللي بيحصل بقى على مستوى البيزنس، وليه الشركات دي تحديدا بيحصل معاها كده وبتطرد ناس بالكم الهائل الغريب ده. يعني تقول لي فيسبوك تطرد 11000 موظف مرة واحدة على مراحل متقاربة جدا. ده رقم ضخم جدا. يعني فيسبوك بجلة قدرها اللي هي اكبر سوشيال نتورك في العالم، بتتكلم في حوالي 2 مليار و800 مليون مستخدم، تطرد لها 11000 موظف. ده رقم ضخم جدا. ايلون ماسك بعد ما دخل تويتر راح قاعد فاهم يخبط يمين وشمال لحد ما طرد له 3500 واحد، تتكلم حوالي نص الشركه طردها. مايكروسوفت طردت لها حوالي 1000 موظف. طيب اللي بيحصل يا سيدي ان شركات التك او شركات اللي هي الخاصه بشركات التكنولوجيا دي كانت معظمها بتعتمد على في التمويل بتاعها على اعاده طرح الاسهم بتاعتها او طرح الاسهم. يعني ايه؟ يعني الشركات دي بتشتغل على اساس ان هي بترفع قيمه السهم بتاعها فوق، فبالتالي كل واحد بيمتلك حصه، او الشركاء الرئيسيين او المساهمين الرئيسيين في الشركه اللي بيمتلكوا حصص بتبقى القيمه او الفاليو بتاعت الحصه بتاعتهم بتبقى قيمتها بتكبر، فبالتالي يطرحوا اسهم زياده فالناس تشتري زياده، فبالتالي بتبقى هي دي مصادر التمويل الرئيسيه بالنسبه لهم. البنوك في الشركات التك او شركات التكنولوجيه مش بتبقى اوبشن في التمويل الا بنسب بسيطه قوي. ودوت يرجع لان الشركات دي ما عندهاش حجم اصول كبير يغطي يعني يتماثل مع حجم الاعمال. يعني ما عندهاش حجم اصول يقدر البنك يدي للشركات دي قروض او يديها فلوس بضمان الاصول، لانها زي ما انت شايف هو فيسبوك بتملك ايه؟ بتملك بلاتفورم في الاخر، ما بتملكش حاجه اصل ثابت، الاصول كلها غير ملموسه. يعني الفيسبوك دوت كبلاتفورم او كمنصه او كبرنامج فهو اصل غير ملموس، وبالتالي البنوك بتبقى شايفه ان الاصول غير ملموسه دي حاجه ريسكي جدا ان انا ادي للشركه دي تمويل بضمانها. فلو جيت تقارن مثلا ما بين شركه زي ستاربكس مثلا وشركه زي فيسبوك، هتلاقي مثلا ان ستاربكس واخده بحجم الاسيتس اللي عندها، مثلا واخده بقدها مثلا قروض فلوس من البنوك. هتلاقي ان فيسبوك مثلا بتاخد مثلا حوالي على قد الاصول تاخد حوالي 10% بس. فلما تيجي تبص كده، طب هو اشمعنى بيدوا ستاربكس واشمعنى ما يدوش ده؟ عشان ستاربكس في الاول وفي الاخر ده محل ومكان ومكنه قهوه وبتاع وحاجه نعرف نمسكها ونحط ايدينا عليها. لكن فيسبوك ده نحط ايدينا عليه ولا نمسك احنا، ولا نعرف حاجه ولا نمسك حاجه، فمالناش دعوه. فعشان كده الشركات التكنولوجيه بتلجا ان هي دايما تاخد فلوس من ان هي بتعيد في البورصه، وان هي بتعيد طرح اسهم او بتطرح اسهم جديده كل شويه علشان تحصل على مصادر للتمويل وتحاول ترفع من قيمه السهم بتاعها. وبتعتمد على المستثمرين اللي هم بيبقوا شايفين ان التكنولوجيا دي هي اللي جايه بكره، وبالتالي احنا محتاجين يبقى لينا بصمه او لينا تواجد فيها ولينا تواجد في الشركات دي ولينا حصص فيها، عشان خاطر هو ده اللي جاي وهو دوت الشغل كله هيبقى على الكلام ده. عشان كده تطلع فيسبوك مثلا مارك زوكربيرج يقول لك احنا هنعمل ميتافيرس، وابل تطلع تقول لك احنا داخلين على اوجمانتد رياليتي وهنطلع مش عارف ايه. فهم بيشتغلوا على المستقبل، فبالتالي بيخلوا الناس دايما باصه لقدام فعايزه تستثمر في الشركات دي عشان عارفه ان الشركات دي هي اللي جايه بكره. طيب ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان هو بسبب الحرب اللي دايره وبسبب ان في مشاكل في توزيع، او تقدر تقول يعني توزيع الموارد، وفي مشاكل كتيره في حركه الاموال، وان امريكا عماله تسحب الدولار من العالم كله، والريسيشن او التراجع في
الاحجام بتاعه في الاقتصاديات العالم كلها من حيث حجم الصادرات وحجم الواردات على مستوى العالم كله. فبالتالي اصبح المستثمرين خايفين من الشركات التكنولوجيه، مع كمان ان في حاله ان اول ما الفدرالي الامريكي كل شويه بيرفع الفايده، ده بيأثر على البورصه بشكل كبير جدا. هو بيرفع الفايده عشان خاطر يسيطر على السوق ويحارب التضخم اللي حاصل. تضخم بسبب ارتفاع اسعار الطاقه اللي دايره، وبسبب حاجات كتير جدا بتحصل، وبسبب ازمه اللوجستيات وغيرها، ونقص الخامات. فهو بيحاول وارتفاع الطلب والمعروض بيقل، فبالتالي الاسعار بترفع، فالتضخم بيزيد وهكذا. فهو بيحارب الكلام ده ان هو بيرفع الفايده، فالفلوس بتبدا تتسحب من حاجات كتير جدا وتروح على الايه، ناس تستثمر في البنوك في الدولار بشكل مباشر في البلد بتاعت الدولار نفسها. فبالتالي يبداوا يسحبوا من كل حاجه. هو دلوقتي لو مستثمر يجي يقول لك هو انا احط ليه فلوسي في شركه في التكنولوجي نسبه خطوره فيها عاليه، الشركات دي كمان ما بتوزعش ارباح معظمها، لان الشركات بتاعت التكنولوجيا معظمها بيعملوا ايه، بياخدوا الفلوس يرجعوا يحطوها في الشغل، يعني يرجعوا يحطوها في الشركه عشان يعملوا يزودوا معدلات النمو. الشركات الستارت ابس وشركات النشأة وشركات التكنولوجيا بتبقى معظم الوقت مركزة على النمو اكتر ما هي مركزة على الربحية. يعني ممكن ما بيكونش بيكسبوا خالص، يعني اوبر ممكن شوف عدد فترة قد ايه ما بتكسبش، ولسه لحد دلوقتي ممكن تكون ما بتكسبش اصلا يعني. بس هي الشركات دي مركزة على النمو، وان هي تتسع وتكتسح يعني مساحات كبيرة وتخش اسواق كتيرة. فالمستثمرين بيبصوا على معدلات النمو اكتر ما بيبصوا على الربحية. اما دلوقتي يقول لك لا، طب هو انا اللي بيحصل في العالم دوت، والقدره الشرائيه في كل حته بتقل، والمشاكل في مشاكل اقتصاديه جدا بتحصل في حتت كتير في العالم، فيقول لك لا، احنا يا عم نسحب فلوسنا من الحاجات الريسكي اللي فيها خطر دي، ونبدا نحطها في حاجات امنه. حاجات امنه زي ايه؟ زي مثلا اول حاجه ان هو يقول لك ان انا احطها يا عم مع ايه، استثمر في سعر الفايده الجديد اللي طالع في البنوك في امريكا، اروح احطها. واحد يقول لك لا انا احط في الذهب، واحد يقول لك لا انا احط في العقارات، واحد يقول لك كل الناس هتدور على اصول ملموسه تقدر ان هي تضمن بيها ان فلوسها هتحافظ عليها. وهتبدا وتروح كله سحب من شركات، او ما بقاش يستثمر بنفس المستوى في الشركات التكنولوجيه. فاللي حصل ان الشركات دي اصبح مصادر التمويل بتاعتها ما بقتش موجوده، او انهارت بشكل كبير جدا، او انخفضت بشكل رهيب جدا. طيب وبناء على الكلام دوت، ان الشركات دي اولا بتحارب من كذا ناحيه. حجم التمويل اللي كان بيجي لها ضعف حجم السوق اللي هي كانت شغاله عليه. فلنفترض مثلا حاجه زي فيسبوك، فهو بيعتمد على المعلنين اللي بيحطوا بادجت معينه في الاعلانات. طب لما دلوقتي المعلنين او الشركات دي كلها تتاثر، يحصل لها مشاكل، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي حجم البادجت الاعلانيه اللي بتخش بتقل، فبالتالي حجم الارباح كمان او حجم الايرادات اللي بتيجي لفيسبوك كمان هتقل. ويس كده بقى على كل الشركات الثانيه زي شوبيفاي وغيرها وي 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 كل الشركات التانية دي اللي هي معتمدة على الماسز او الجمهور بتاع الناس اللي بيستخدموا الحاجات دي والشركات وغيرهم، القدرة الشرائية بتاعتهم قلت، فبالتالي حجم السبندنج قل، فبالتالي حجم الايرادات قلت، فبقوا ما عندهمش فلوس كتير، وفي نفس الوقت ما بقوش جاذبين للاستثمار في نفس اللحظه. فبالتالي ما بقاش في مصادر الدخل او مصادر الاموال اللي جات لهم عندهم انخفضت فجائيه كده بشكل تدريجي بس بسريع جدا بشكل رهيب جدا. فيحصل ايه دلوقتي؟ الشركات دي ما عندهاش حل تاني. ما هو دلوقتي انا لما بيكونش عندي حد يستثمر فيا، وفي نفس الوقت حجم الشغل اللي عندي قل، فانا هعمل ايه؟ لازم اقلل حجم الاوفر هيدز اللي عندي. لو انا بصرف على اوفر هيدز وعندي اوفر هيدز كتير، لازم اقلل الاوفر هيدز بتاعتي بشكل ضخم جدا. فيبدا اول حاجه يخش عليها مين بعد ما يشيل كل الحاجات اللي يقدر عليها؟ مثلا لو عنده فرع او عنده هيد كوارتر مش عايزه، فمثلا يلغي الايجار بتاعه ولا يروح عامل ايه؟ يروح شايل موظفين. يقول لك ان يروح شايلين يعني نسرح عدد كبير من الموظفين عشان نقلل العبء اللي علينا. هتلاقي ايلون ماسك راح عمل لك يقول لك احنا العلامه الزرقاء هتدفع عليها $8 عشان خاطر تاخد اللي العلامه الزرقاء دي. بس طبعا الموضوع فرع في وشه بسبب الناس بدات يعني تحتل او يحصل احتيال لشركات والشخصيات. يعني واحد يخش يتكلم باسم شركه واخد العلامه الزرقاء ويعمل مصيبه للشركه. فطبعا الموضوع فرع في وشه وحصل مشكله كبيره جدا. بس ايلون ماسك دلوقتي بعد ما اخد تويتر طرد له حوالي 50% من الشركه، وبيحاول يدور على اي مصدر تاني للدخل، وبيحاول يقلل حاجات بقى زي ان هو الاكل اللي كانوا بيدوا له الموظفين بيقللوا حاجات بقى من هذا القبيل. وكل الشركات بتعمل الكلام ده. طيب احنا رايحين فين او الدنيا ماشيه فين دلوقتي؟ التك او شركات التكنولوجيا التك تحديدا هتعاني بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. الشركات الناشئه الستارت ابس لسه طالعه في منها كتير متاثر. انا من رايي دلوقتي ان كله بسبب ضعف مصادر التمويل اللي بتحصل وضعف الناس اللي عايزه تستثمر في حاجات زي كده. فكله لو انت مش هتعرف تعمل شركه او تعمل حاجه تقوم نفسها بنفسها وتشتغل بشكل سنو بول وتشتغل بفكر البيزنس بشكل السمول بيزنس او فكره السمول بيزنس او الاس ام ايز،
ان انت تحاول تسنوبول واحده واحده وبتركز على الربحيه عشان خاطر تعرف تكمل اكتر ما انت بتركز على النمو. فغير كده مش هتعرف تمشي ومش هتعرف تجيب فلوس، لان مفيش حد عايز يحط فلوس دلوقتي اصلا، وكله خايف ومقلق ان هو يستثمر. فبالتالي دوت الحل الامثل اللي انت تعمله لو انت بتفكر في ستارت اب وعندك شركات ناشئه، او انت بتحاول تعمل شركه او حاجه زي كده. فانت تعمل فريز. لو انت شغال في مجال التكنولوجي فحاول تدور وتشتغل اكتر في حته الفريلانس، وتحاول تبني لنفسك بورتفوليو في الفريلانس، عشان خاطر هيبقى في صعوبه شويه في التعيينات. تخيل انت جوز كميه الناس دي اللي عماله تطرد من شغلها، فالسوق هيبقى مرطرط زي ما بيقولوا. فاللي باني لنفسه بورتفوليو حلو في حته الفريلانس هيبقى عنده قدره اكتر وفرصه اكبر في ان هو يشتغل او ان هو يتعامل بشكل بسيط بشكل حلو في الماركت دوت. بس بتمنى ان انا اكون وضحت لك الوضع دوت بشكل كويس، واتمنى ان هو يعني في خلال 3 4 سنين اللي جاي يكون اتحل، واتمنى موضوع الحرب ده يكون خلص. بس فاشوفك كل ان شاء الله على يعني كل اسبوع سبت وثلاث. بس معلش الحلقه دي نزلت يوم الاربعاء عشان اتاخرت، كنت تعبان جدا معلش. واشوفك ان شاء الله المره الجايه على خير. ولو عايز تدعم القناه انزل تحت هتلاقي فيه زرار الدعم، واشوفك ان شاء الله المره الجايه.